هجيب عندي بوله هحط فيها معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر ونص كوبايه من الميه الدافيه، وندوبهم كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده كده. اتاكد ان خليط السكر مع الخميره دابوا كويس جدا، مفيش فيهم اي تكتلات ولا اي حاجه خالص. هنركنهم بقى على جنب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهوت. انا دوبتهم كويس جدا جدا جدا. هركنهم بقى على جنب لمدة 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق يكون الخليط بتاعنا عمل فقاعات على الوش كده زي ما انتم شايفين. ابتدي انزل بكوباية من الزبادي اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، عايزة اقول لكم بجد ريحتها جميلة جدا جدا. بعد كده هجيب بقى 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا لازم انخلهم كويس جدا عشان الدقيق بتاعنا لو في اي تكتلات هتتخلص منها بالشكل ده كده اهوت. بعد كده هضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر، وابتدي بقى اقلب الخليط بتاعنا ده كله زي ما انتم شايفين كده، وبنبتدي بقى نعجن عجنه كويسه جدا. هنعجن العجينه بتاعتنا ونلمها لمده 5